لكن من جانب إنساني بحت، من جانب وحسب رؤيتنا. هل إن مثلا المادة الدستورية تكون لما تكون تلامس الواقع للارتقاء به، حتى أن هذه المواد مع تقدم السنين والنهضة وتنمية المجتمع والنهضة به تتلاشى تلقائيا، حتى أنه يصبح لا يوجد تمييز، وأن هناك دمج تلقائي أصبح من خلال وعي المجتمع. بالتالي هو الإشكالية في التنسيق فيما بين مؤسسات المجتمع المدني المختصة بهذا الشأن. عمل في صياغة هالمادة، بمعنى كان في قانون رقم 5 لسنة 1987، هل تم الرجوع إليه مثلا؟ هل تم الرجوع إلى دراسات أجريت من خلال مؤسسات عامة تابعة للدولة أو حتى مؤسسات مجتمع مدني؟ هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، يعني بما أن تم صياغة هذه المادة، كيف تضمن الهيئة كيف تضمن الهيئة تنفيذ أو الإشراف على اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟ اجتماع مع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على المنطقة الجنوبية من أجل مناقشة المادة 69 التي أقرت في مسودة الدستور التي تم تسليمها إلى البرلمان الليبي حول حقوق ذوي الإعاقة. طبعا كثير من المعاقين ومؤسسات المجتمع الداعمة للإعاقة والتابعة مثلا لهذه الشريحة لم تدلي برأيها حول هذه المادة، وهناك خلافات نظر حول هذه المادة طبعا، طبعا أعطينا وجهة نظرنا لأعضاء الهيئة أن نحن في بعض الأمور في اختلاف، وصدرت بيانات صحفية أن مع المنطقة الشرقية والجنوبية بالذات أن تم التوافق على هذه المادة. نحن يعني هناك الذي قام بالبيان بأن يمثل المنطقة الجنوبية هو ممكن يمثل بعض الجمعيات أو الجمعيات التي هو مثلا منتسب إليها، لكن نحن هناك كثير من شرائح ذوي الإعاقة في المنطقة الجنوبية وهم مدينة سبها، ومؤسسات المجتمع المدني المناصر للإعاقة ترى لابد من مراجعة مناقشة هذه المادة وتفصيلها تفصيل جديد وتفصيل يعني علمي وتشاوري واخذ الاراء من اجل تضمين حقوق الاعاقه، كما يعني تطرق الاجتماع الى طلب بعض ذوي الاعاقه الخاصه ذوي الاعاقه ان تكون لهم كوتا في المجلس التشريعي من اجل ضمان حقوقهم السياسيه، لان في ماده 69 اسف شديد هناك تضمن حقوق السياسيه والاقتصاديه، لكن السياسيه ما هي وما عليها لم توضح. نحن نرى كثير من الدساتير في دول العالم المتحضره ان ذوي الاعاقه لديهم كوتا معينه في داخل البرلمانات، ونتمنى ان وسوف تكون فيه ان شاء الله ربي ورشه عمل الايام القادمه، وسوف يحضرها اعضاء الهيئه تاسيس الدستور مع مختلف شرائح المعاقين ومنظمات المجتمع المدني التابعه للاعاقه في المنطقه الجنوبيه من اجل اعداد ورشه عمل حول هذه الماده وتسليم مقترح الى اعضاء الهيئه التاسيسيه للدستور حول الماده 69. ما قمنا به أو ما كان في الاجتماع اليوم أأمل أن يترجم على أرض الواقع من خلال تنسيق الجهود، من خلال عمل ورش عمل مكثفة في فهم المادة 69 وآلية تطويرها أو حتى اعتمادها من قبل النشطاء.